السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى اخوات في العالم؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أفضل حال. ربنا يا رب يرضيكم ويسعد أيامكم قدر كريم. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد وشمس يوم جديدة، ويلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف احنا هنعمل ايه يا بنات. الأول أنا هقول الدعاء بتاعي زي ما تعودنا. ربنا يا رب ما يقطع لنا عادة يا بنات. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل يا رب دعاء قبول قادر كريم. وارزقنا يا رب العالمين راحة البال وسعادة القلب، واحفظ لنا احبابنا يا رب العالمين من كل سوء، واجعل ايامنا الجايه يا رب اجمل من اللي فات قادر كريم. اللهم امين امين امين. بصوا يا بنات، المشروب اللي انا بعمله معاكم ده يا بنات مشروب انا يعني ايه، انا بعمله قدامكم اهو، بس دي كانت اول مره اجربه فيه، يعني اجرب المشروب ده فيه. مش هقول لكم نتيجته الا لما اشوفها عليا الاول. بس انا كنت بنام كتير قوي، وعندي زي خمول. ماشي، انا بقول لكم بالصراحه. فانا ايه بصراحه رحت كشفت وعملت تحاليل، فطلع ان انا عندي دهون على الكبد عاليه. الدهون اللي على الكبد عندي طلعت عاليه، وانزيمات الكبد طلعت عندي عاليه. ماشي يا بنات. فانا الدكتور طبعا ايه كتب لي على روجيتا للعلاج ونظام غذائي امشي عليه. بس انا بصراحه ما استكفتش بكده يا بنات. انا قلت عايزه اشوف مشروب كويس، اللي هو الطب البديل. فيعني بفضل الله في حد كويس، ابو مازن يعرفه، هو دكتوراه في الطب البديل. فلما قال له يعني عليا ووراله التحاليل بتاعتي وكده، فقام قال له يا بنات على حاجة اسمها شوكة الجمل. ماشي، شوكة الجمل. انا يا بنات يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي. رجليا من تحت اللي هو مشط رجلي منفخ. ماشي، فزي ما يكون يا بنات كده ايه معبي ميه، انتوا فاهمين قصدي؟ زي ما يكون معبي ميه، تضغطي عليه بصباعك كده تحسي ان هو مكان صباعك ساب علامه. فاهمين قصدي؟ ف بتاع دوت لما شافوا بقى الروجيت، لما وراله الروجيتا بتاعتي والتحاليل بتاعتي، فقال له بص خليها تمشي. وطبعا قال له ان انا عندي اصلا سكر، انا مريضة سكر ومريضة ضغط. فقال له ايه، انا بصراحة انا ما كانش عندي السكر يا بنات، بس انا جالي السكر بقالي 5 سنين من بعد وفاة امي واختي، وانا جالي السكر. فاهمين قصدي؟ فايه اللهم لك الحمد، انا بحمد ربنا الحمد لله يا رب. فبصراحه هو بقى لما قال له الداتا بتاعتي، اداله الداتا بتاعتي بتاع التاريخ المرضي الهيستوري بتاعي. فقام قايل له بقى ان على المشروب ده، قال له المشروب ده يعني سحر هيعجبكم، هتجيب ام مازن يعني هتتحسن عليه وكده. بس انا للامانه انا لسه بادئه فيه يا بنات، انا لسه بادئه في المشروب ده. ساعه ما عملته معاك دي معاكم في الفيديو ده، دي كانت اول كوبايه. فانا مش هقول لكم النتيجه الا لما اشوفها، عشان برضو محدش يجرب وهي ايه انا لسه مش عارفه. بس هو قال له ان شوكه الجمل دي تعالي بس عشان انا بنسى اللي انا بقوله. فانا عايزه اقول لكم بس ان هو قال له بحط معلقه من شوكه الجمل على معلقه من الكركم. عارفين الشاي الكشري؟ زي الشاي الكشري كده ما بتعملي، بحطهم في الكوبايه واقوم ايه بسم الله، نسيت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بحط بلقم معلقه من شوكة الجمل وعليها معلقه من الكركم، واغلي الميه واصبها عليها واغطيها. ليه اغطيها؟ عشان الزيوت اللي فيها ما تطيرش. ماشي، واسيبها يا بنات لغايه اما تهدى شويه، احس ان انا قادره ان انا اشربها. فاهمين قصدي؟ واقوم شرباها. انا بقى ساعه ما عملته معاكم في الفيديو ده كان اول كوبايه. ماشي، هو قال له كوبايتين في اليوم. انا عايزه اقول لكم ان انا لما شربت في اليوم ده، انا اعزكم الله بقيت اخش على الحمام كتير، بتدخل الحمام كتير. ماشي، فممكن يكون هي حاجه زي مدر للبول،
اعزكم الله. برضو انا بتكلم معاكم والله بصراحه، بقول لكم يعني. فانا برضو هقول لكم على نتيجتها لما امشي فيها شويه، ولو لقيت فيه بفضل الله بفضل الله استجابه، بلس ان انا باخد الادويه بتاعتي، انا ما سبتش علاجاتي. الروجيتا اللي الدكتور كتب لي عليها بعد ما شاف التحاليل اللي طلبها وحكيت له الهيستورو بتاعي، التاريخ بتاعي، فلقيته بقى ايه، هو اداني العلاج ده وقال لي ايه امشي عليه وتعالي اشوفك بعد شهر. ماشي. بس انا ابو مازن لما لقاني تعبانه وبنام كتير وعلى طول عندي خمول، فلاحظ في الفتره الاخيره دي الموضوع ده. اكتشفت بقى ان انا عندي دهون على الكبد، فهي اللي بتعمل كده مع ارتفاع الانزيمات، فبرضو قال له هي اللي بتعمل كده، هي اللي مخليها عندها خمول وعايزه تنام كتير. فانا هاخد بقى العلاج. يا رب ان شاء الله يشفي كل مريض، قادر كريم يا رب. يشفي مرضاكم ومرضانا ومرضى العالمين، قادر كريم يا رب يشفي مرضى العالمين. فانا يا بنات ايه هجرب وهقول لكم الايه الاعشاب دي يعني جابت نتيجه معايا ولا لا. ان شاء الله يا رب تجيب نتيجه. هي اول ملحوظه لاحظتها بعد ما شربت منها مثلا كوبايتين، عشان هو قال لي كوبايتين في اليوم، انا شربت يومين تقريبا. فيا بنات انا حسيت ان انا فعلا يعني مضر للبول. انما بقى عايزه اعرف من بالاخص والاهم بالنسبه لي هو موضوع انزيمات الكبد والدهون اللي على الكبد، ده الاهم. لاني قال له ان الاهمال في موضوع معالجه الدهون يعني ده غلط، ده غلط. فانا ايه يا رب الله المستعان، انا عشمي في ربنا وحده، يعني ربنا كريم، عشمي فيه كبير قوي. يا رب يشفينا جميعا على قد رحمتك يا رب، اللهم اشفينا على قد رحمتك يا رب العالمين. يا رب اعيش واخدم ولادي بصحتي، يا رب اعيش واخدم ولادي بصحتي يا رب، قادر كريم. فهجربها بقى واقول لكم. علشان ايه، انا حسيت ان انا اتكلمت في الموضوع ده كتير وانا مش عايزه اصدعكم معايا، انا بس محتاجه ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه، ولكم بالمثل والزياده يا رب اضعاف مضاعفه. عملت ايه بقى معاكم يا حبايب قلبي؟ انا عملت في اليوم دوت، عملت لهم اكله حلوه قوي، كانوا طالبين مني طواجن مكرونه. فانا عملت بقى طواجن المكرونه دي حبايبي ومكرونه بشاميل. وما استكفتش بكده كمان، انا كنت عاملاها طواجن مكرونه باللحمه المفرومه. ماشي. انما انا عملت معاها حبايب قلبي طبق دلوقتي هتشوفوه، طبق كبده بطريقه جديده قوي يا بنات، جديده قوي. عارفين يا بنات في محل عندنا هنا في حلوان، اللي من الحلوان هيعرفوه، اسمه محل طقطق للمأكولات البحرية. المحل ده يا بنات حلو جدا جدا جميل، بس اسعاره يعني زيادة شوية، فاهمين قصدي. فانا بصراحة عملت طريقة الكبدة دي، ولادي بيحب ياكلوا من عنده سندوتشات الكبدة والمخ والجمبري. ماشي. بيجيبوا كده رغيف مشكل فيه كبده ومخ وجمبري. فانا بقى قلت والله لا اعمل الكبده افوق الراجل ده بصراحه، ربنا يوسع رزق الناس كلها. بس انا بصراحه والله العظيم يا حبايبي انا عملته بطريقه حلوه قوي. طب ايه هي الطريقه دي؟ بس انا عايزه اقول لكم على حاجه للامانه. انا لما دخلنا كنا عنده، فانا ايه بصراحه دخلت غسلت ايديا. ماشي. فبعد ما غسلت ايديا وانا خارجه لقيت في شيف هناك، بالصراحه هو انا بقول لكم. فبعدين فانا قلت له يعني الاكل جميل والتيست بتاعه رائع، انا عايزه اعرف بقى بالذات الكبده دي انت عملتها ازاي. لقيته قال لي على كام تركايه كده يا بنات، انا قلت لازم اقول لكم عليها. ايه هي؟ اول حاجه، عارفين فنجان اللبن؟ انا جبت فنجان لبن يا حبايبي، وحطيت الكبده قطعتها بانيه. يعني انا اشتريتها من الجزار بتاعي وقلت له قطعها بانيه، لان انا ساعات ما بخلوش يقطعها، وانا اللي اقطعها واعمل نفسي ان انا شطوره وتتهري مني وما بطلعش شطوره في الاخر. فانا عملت ايه يا حبايب قلبي؟ انا خليت الجزار بتاعي يقطعها لي، اللي انا بتعامل معاه وبجيب حاجتي منه، خليته هو قطعها لي. وبعدين يا حبايب قلبي حطيتها في فنجان لبن، وبعد ما طلعتها من فنجان اللبن حطيتها على مصفى، وخدتها على طول يا بنات على الزيت. ايه ده يا ام مازن ما تبلتهاش؟ لا والله ما تبلتها. بعد بقى ما طلعت من القليه، شايفين ولا كفر فك؟ استنوا بس نسيت اقول لكم. بعد ما طلعتها من اللبن حطيتها في كفر رده على دقيق، رد على دقيق، وحطيت توم باودر وبصل باودر وملح وكمون وكزبره في الرده اللي على الدقيق دي. وبعدين حبايبي قليتها في الزيت. طيب هي كده يعتبر ما خدتش التتبيله بتاعتها، ده الكفر بس اللي متبل. بعد ما تطلع بقى يا حبايبي من الزيت، عملت ايه بقى؟ ملح كمون. الطبق ده فيه ايه؟ ملح كمون بابريكا شطه كزبره.
ملح، كمون، بابريكا، شطه، كزبره، ورشيت يا حبايب قلبي على الكبده، ونزلت بعصير ليمونه. هي دي الطريقه اللي بيتعامل بيها مطاعم المأكولات البحريه، بيعملوا بيها سندوتشات الكبده. والله العظيم والله العظيم، العيال سابوا اصلا الطواجن وكلوا الكبده من جمالها. الطريقه دي حلوه قوي، جربيها وشوفيها وهتعجبك قوي 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 وحياه ربنا. ولا كفر بقى هيفك وتبقي محرجه ولا اي حاجه. وبالف هنا وشفا. ويعني بصوا، بشكركم جدا، واخر كلامي ان الحمد لله رب العالمين.